السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناتي بيس غوسات. معكم خديجة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الفطيرة اللي هي سهلة في التحضير ديالها. فطيرة ديال البطاطا بدون فرن، كطيب فقط في المقلاة. فبقوا معايا باش تشوفوا المقادير كذلك الطريقة ونمشيو نشوفوا المقادير. فبالنسبة للمقادير عندي نص كيلو ديال بطاطا قطعتها قطع صغيرة وسلقتها في الماء. ما نسلقهاش بزاف، غادي نسلقها غير نص سلقة، ومن بعد غادي نصفيها ونقليها في شويه ديال الزيت. من بعد عندي هنا بصله نفس الشيء، قطعتها قطع صغيره وشحرتها في شويه ديال الزيت. وبالنسبه للمكونات الاخرين عندي 2 شرائح ديال فرماج ساندويتش، وعندي معلقه كبيره ديال الربيع ومعدنوس، و100 غرام ديال الجبن مبشور، و4 ديال البيضات. فكيف كتشوفوا معايا غادي نحطهم في اناء، وغادي نخفق البيض، وغادي نسمو بشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. من بعد غادي نضيف المعلقه ديال الربيع والمعدنوس ونمزج العناصر مزيان، وغادي نضيف البطاطا اللي سلقت وقليت، وكذلك البصله. كنذكر استعملت نصف كيلو ديال البطاطا وبصله واحده. غادي نحرك هذاك المزيج يتخلط مع البيض مزيان. وفي مقله كيف كتشوفوا معايا دهنتها بشويه ديال الزيت، غادي نضيف نصف الكميه ديال هذاك الخليط، ومباشره غادي نوضع شرائح ديال الفرماج ساندويتش والجبن المبشور. غادي نوضع كميه ديال الجبن المبشور، وغادي نخلي واحد شويه للتزيين. ومن بعد غادي نضيف هذاك النصف اللي خليت، غادي نضيفه فوق الجبن والفرماج ساندويتش، ونخليه فوق البوطه حتى هذيك الطبقه اللي تحت تحمر ليا. وكيف كتشوفوا معايا غادي نقلب هذيك الفطيره باش هذيك الطبقه اللي الفوق ترجع لتحت وتحمر ليا. عاودت دهنت هنايا المقله بشويه ديال الزيت، وغادي نضيف هذيك الفطيره اللي قلبتها، وغادي نخليها فوق المقله مده ديال 10 دقائق تحمر من الوجه ديالها. وكيف كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه ديال الفطيره اللي حضرنا. فطيره ديال البطاطا محشيه بالجبن كتجي رائعه. الا كنتوا اول مره غادي تزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا معي في القناه، وشكرا على المتابعه، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.